سلام متتبعات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو يلقاكم صحه جيده. الفكره ديال اليوم غادا نشارك معكم واحد البسبوسه تنديرها، الصراحه تجيني زوينه في المذاق ديالها، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. بحال ما هكا جاو عندكم الضياف ولا كنتو بغيتو تحضروها لوليداتكم بحال ما هكا، هي الصراحه تجي زوينه في المذاق بزاف، ما كاينش اللي ما تيذوقش عندي وما تياخذش المقادير ديالها، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. وقبل ما نبدا معكم لا فيديو نصلي على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبداو على بركه الله في المقادير. بالنسبه للمقادير غادا نحتاج ياغورت بنكهه الموز، عندي هنايا كاس الا ربع ديال العنبه ديال السكر السنيده او السكر الخشن، دائما تنعبروا بكاس ديال العنبه. عندي هنايا كاس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض اي الفورس. عندي كاس ديال العنبه ديال السميد الناعم، السميده اللي تنديروا بها الحلوى البنات وتنديروا بها البغرير. وعندي هنايا نصف كاس ديال زيت المائده. عندي كيس ديال السكر بنكهه الفاني، جوج البيضات بدرجه حراره المطبخ، جوج الاكياس ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام. بالنسبه لطريقه التحضير راه ساهله كيف ما تنحضروا اي كيك. تنضيفوا دائما البنات شويه ديال الملح، راه ما ذكرتوش معكم في المقادير. هو قبيصه ديال الملح درتو في الاناء البنات. غادا نضيف هنايا هذوك جوج البيضات، دائما البيض يكون بدرجه حراره المطبخ. غادا نضيف هذاك السكر السنيده او السكر الخشن، وغادا نضيف كيس ديال السكر بنكهه الفاني. صراحه هاد البسبوسه هذه جربوها البنات كيف ما شاركتها معكم، راها تجي لذيذه لذيذه بزاف في المذاق، غيحماقوا عليها وليداتكم. وبحال ما هكايا الا كنتو جا عندكم الضياف بحال ما هكا، راه دغيا تتوجدوها هنا. راه ضفت الزيت البنات كيف ما تشوفوا معايا، قلت لكم دغيا تتوجدوها. لا جاو عندكم الضياف غير تحضروا الكيك صافي، تدخلوا الكيك يطيب، تحضروا الصوص دغيا تتوجد. الصراحه هنا غادا ندير ياغورت بنكهه البنان. صراحه جربوا هاد البسبوسه وردوا عليا، جربوها بنكهه البنان مع الكريمه حتى هي غتكون فيها المذاق ديال الموز، وردوا عليا البنات. صراحه تجي زوينه في المذاق ديالها. هنا عندي كاس ديال السميد الناعم، وكاس ديال الفورس او الدقيق الابيض. البنات راه العبار مضبوط. هاد العبار اللي عطيتكم او هاد المقادير اللي عطيتكم راه هما اللي غادا تستعملوا، ما غادا تزيدوا ما غادا تنقصوا باش تجيكم البسبوسه هي هذيك. وغادا نزيدوا هذيك الخمارات، اخر حاجه تنزيدوا ديك الخمارات من فئه 8 غرام. هنا راه غادا نضيف هذاك الفورس، غير خلط تنزيد الخمارات ونكمل. صراحه تبعوا المقادير اللي عطيتكم، راه غادا تصدق لكم وغادا تجيكم صراحه زوينه. هذه راه تنديرها تجيني زوينه بزاف في المذاق، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. كيف ما شفتوا معايا تيجي القوام ديالها بحال ما هكا البنات، هذا هو القوام ديالها. بالنسبه لي انا غادا ندير المول العجيب. المول العجيب البنات دهنته مزيان بالزبده، رشيته بسميده رقيقه ديال الحلوى اي السميد الناعم. غادا ندير الخليط ديالي وغادا ندخلها للفران. الفران تيكون بارد، دائما انا تنطيف ديال الغاز. بعض المرات اللي تنطيف ديال الكهرباء، ولكن تنفضل ديال الغاز. ديال الغاز تيكون بارد، تدخلي الكيك ديالك تتناقص عليه وتخليها طيب على خاطرها، راكم عارفين كيفاش طيبوا الكيك. من بعد ما خرجتها البنات من الفران كيف ما شفتوا معايا خدت هذا اللون الذهبي. الصراحه ملي تكون دائما البسبوسه سخونه، هذاك اللي غادا نسقيو باه، الناس سقيتها انا بالحليب يكون بارد. كانت البسبوسه بارده ندفيو الحليب. بالنسبه للصوص اللي غادا نستعملها هنايا، غادا ناخذ جوج الكيسان ديال الحليب البنات. غادا نضيف ليهم جوج المعالق كبار ديال السكر السنيده اي السكر الخشن، وجوج المعالق ديال كريم باتيسير. ما عندكمش كريم باتيسير ضيفوا البنات جوج المعالق كبار ديال الفورس اي الدقيق الابيض. ما عندكمش الدقيق ديروا المايزينا اي نشا الذره. المهم ضروري ديروا هاد لاصوص دائما تنعطيكم التعويضات، ما كانتش هذه ديروا هذه، المهم هي ديروا هاد الصوص هذه ان شاء الله باذن الله كلكم ديروا هاد الوصفه هذه. انا غنوضع الكسرونه ديالي على نار هادئه البنات، نبقاو نحركوا في الكسرونه باش ما تلصقش لينا الكريمه حتى يبانوا لي بدا تعقاد الخليط وبداو الفقاعات. غنعرف ان الخليط ديالي او الكريمه ديالي راه وجدات. غادا نحيدها من فوق النار. بالنسبه لي هنا البنات ضفت جوج دانون او جوج كؤوس ديال الياغورت بنكهه البنان البنات. الصراحه تدي واحد المذاق رائع. البسبوسه نستمناها بنكهه البنان، وحتى الكريمه بنكهه البنان. بغيتو ديروا غير
كأس واحد ديال الياغورت ديروا كأس واحد، أنا تندير 2 باش يجيني كريمة، وعندي حتى لهاد المول العجيب هذا عندي البلاصة فين تندير الكريمة تتهز كمية كتيرة. هاد الشي علاش البنات تندير 2 الصراحة، وتيعطي واحد المذاق اللي رائع. جربوها البنات، جربوها بهاد النكهة ديال البنان، ومرة أخرى البنات عاوتاني جربوها بالكراميل حتى هي تتجي زوينة. كيف ما شفتوا معايا البسبوسه ديالي من بعد ما سقيتها بهذاك الحليب، غادا نوضع دابا الكريم. بالنسبه للتزيين دائما تنقول لكم ابدعوا كما تشاءون. هنا البنات خديت هذاك دانون او دانون ديال الكراميل ودانون ديال الشوكولا صافي، ودرتو في بلاستيك غذائي ودرتو على شكل دوائر، وبرك التنزيين على شكل ميلفي كيف ما شفتوا معايا بالسكين. برك تنزيين خديت هنا حبيبات ديال الشوكولا وضعتهم في الوسط وفي الجنب، صراحه تعطي واحد المذاق وحتى الشكل اللي رائع. نتمنى ان الشكل ديال هاد البسبوسه هذه تعجبكم، والمذاق ديالها تيجي بنين بزاف البنات. بالنسبه للبسبوسه من بعد ما زينتها وضعت الكريمه، غادا نديرها في الثلاجه ضروري تبرد بحال ما هكا. صبتوها في الصباح كلوها في العشيه، صبتوها في الليل البنات، في الصباح كلوها. المهم ولا خليوها غير 2 سوايع بحال ما هكا على ما تشد راسها ديك الكريمه صافي، وكلوها بالصحه والراحه ان شاء الله باذن الله. صراحه تيجي الشكل ديالها والمذاق ديالها زوين بزاف. غادا نقطع معكم واحد الطريفه البنات، تنتمنى اللي تتوحم تسمح ليا، حقكم البنات في الجنه صراحه. هنا كيف ما شفتوا معايا راه البسبوسه غير زينتها وضعت لها الكريمه، ما حطيتها كاع في الثلاجه وصورتها معكم، باقا ما شدتش في راسها مزيان، ولكن تتجي رائعه لا في الشكل ديالها ولا في المذاق. غادا نعاود نقولها حيت تنتمنى انكم تجربوها الصراحه، غادا تعجبكم وتعجب وليداتكم حتى الضيوف ديالكم ملي تبغيو تقدموها. تتجي في الشكل ديالها اللي راقي وزوين بزاف، والمذاق ديالها غزال غزال بزاف. المذاق ديالها اللي تتوحم تسمح لي البنات، حقكم في الجنه. هذا هو القوام ديالها كيف ما تتجي. هذا هو البنات، صورت معكم حتى العشيه حطيتها تتبرد في الثلاجه، وفي العشيه بقى غير هاد الطريف هذا قلت نصوروا مع البنات كيفاش تجي. هذا هو لا فيديو ديال اليوم، وهذه هي الفكره ديال اليوم. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس جداد اللي اول مره تشاهدوا القناه ديالي، نتمنى انكم تشاركوا في القناه ديالي، هادشي غادي يفرحني وحتى نتوما غادي تستافدوا من القناه. صراحه القناه اللي متنوعه فيها افكار اللي غادي تعاونكم بزاف، فيها حيل، فيها فيديوهات اللي متنوعين. تنشارك معكم الوصفات الطبيعيه اللي تنجرب، تنشارك معكم البنات المنتوجات ديال التجميل وديال الوصفات اللي جربت ولقيت عليهم نتيجه، وحتى المواد اللي تنستعمل بحال ما هكايا العناية بالوجه ديالي. كاينين افكار اللي غادا تستافدوا منها بزاف وحصرية في القناة ديالي. وبالنسبة المتتبعين القدام، عارفاكم ما غتنسونيش وما غتبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم، ما تنسونيش من ليجام ديالكم من البارطاج ديالكم. وغادا نقول لكم البنات هذا هو لا فيديو ديال اليوم، خليت لكم الراحة الى فيديو قادم ان شاء الله.